الدوافع جوانا وشغلنا الطاقة وشحناها كل يوم، ندخل على مفتاحنا الثالث للنجاح، وهو المهارة أو المعرفة بمعنى أصح. يعني إيه؟ هبدأها معاكم النهاردة بمثال بسيط. موتور باخرة اتعطل، حاول القبطان يصلحه بكل الطرق وجاب خبرة، بس مفيش فايدة، فشلوا يصلحوها. وهو بيكلم واحد من مساعدينه عن المشكلة في التليفون، سمعوا راجل وقال له: آسف على قطع كلامك، أنا سمعت إن موتور الباخرة بايظ من 10 أيام، أنا أقدر أصلحه. اتفاجئ القبطان لأن شكل الراجل يعني ما يدلش إنه خبير، بس قال له: أما نشوف. وراحوا فعلا، والراجل فضل يضرب على الموتور ضربات غريبة ومختلفة في أماكن مختلفة، وضرب جزء معين وراح رابط له مسمار، وفعلا الموتور اشتغل. راح الراجل مدي القبطان ورقة عليها رقم $1000. اندهش القبطان للرقم وقال له: $1000 قصاد شغل لمدة 10 دقايق بس؟ رد عليه الراجل بابتسامة بسيطة وقال له: $1 للخبط على المحرك، و$999 لتحديد المكان اللي كان لازم أخبط عليه عشان أعرف العطل فين. دي المهارة. ناس كتير بتقول النجاح ملوش أي علاقة بالمعرفة، وإنها مسألة حظ، بدليل المثال اللي بيقول: اديني الحظ وارميني البحر. لكن خليني أقولك إني لو رميتك البحر وإنت ما بتعرفش تعوم، فإنت أكيد هتكون وجبة للسمك وهتغرق، إلا بقى لو حصلت معجزة. إنت عايز تنجح من غير ما يكون عندك العلم والمعرفة في المجال اللي عايز توصله، حتى لو جواك الرغبة وشاحن طاقتك زي ما قلنا. من غير العلم كل الطاقات هتطفي، ما هو العلم نور، يعني هو اللي هينور لك طريق النجاح. هقولك على وصفة صغيرة تخليك في أعلى درجات المعرفة. اعرف دايما معلومة من كل شيء، افضل اتعلم من كل اللي حواليك. كل ما هتتعلم وتقرأ هتغذي عقلك زي ما بتغذي جسمك بالرياضة. حتى لو ماشي بالعربية ممكن تشغل أغاني تفرح مرة، تكتئب مرة، ومرة شغل برامج تديك حماس وتصفي بالك المشغول وتقلل ضغط الحياة. هتعرفك نفسك بجد. احضر محاضرة أو 2 في السنة لأي مجال، اتعلم لغة جديدة أو كلمة جديدة، هتحس إنك متميز بعلمك. اشتري كتاب لحد بتحب، حاول تصحى بدري بس ربع ساعة في البلكونة وابتكر فكرة جديدة في مجالك، وسمي الوقت ده وقت الأفكار. اكتبها، حط جنب سريرك نوتة صغيرة عشان لو جاتلك أي فكرة حلوة أو وحشة مهما كانت صغيرة اكتبها بسرعة. على فكرة دي بتبقى هدية من عقلك الباطن، وبتحصل كتير وبنطنشها. خلصت حلقتنا النهاردة. جربوا وصفاتنا الصحية، ونشوفكم الحلقة اللي جاية من برنامجكم مفاتيح الأحلام مع ميار حشيش على عرب FM.